السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مبدئيا كده معايا 3 وراك مخليين حمام كداب، معايا هنا بهارات فراخ وبابريكا وفلفل اسود وملح وكزبره. هتبل الفراخ بتاعتي كده او ال3 وراك بتوعي كده وهركنهم على جنب يشربوا من التتبيله شويه. تمام. معايا هنا كوبايه فريك غسلها كويس وحطيت لها ميه سخنه، هسيبها 10 دقايق برضو اللهم صل على النبي تتنقع 10 دقايق كده. هنا كنت خلاص صفيت الفريك بتاعي وقلبته كده بمعلقه سمنه بلدي، وهنزل عليه ببصله وهحط له فلفل اسود وملح، مش اكتر من كده، وهفضل اقلب فيه شويه كده لغايه ما يخش في السوا، ولا هزيده ميه ولا اي حاجه، هشتغل بيه كده معايا زي الفل. تمام كده. تمام. معايا هنا الوراك بتاعتي خلاص خدت وقت حلو في التتبيل، فهسمي الله كده وهحشيهم. الوراك بتاعتي كانت مهربده يا جماعه، فلما تيجوا تعملوا حمام كداب اعملوها عند فرارجي كده يكون حلو. في ناس بتعرف تظبط الورك وبتخليه كده مقفول ومتظبط، وفي ناس بتفتحه كله فما بيبقاش حلو زي اللي انا بشتغل فيه دلوقتي مهربد كده، لان الراجل فتح لي الورك كله. المفروض يسيب الحته اللي في الاخر مكان الدبوس دي، يسيبها مقفوله بتمسك شويه في الورك. المهم هنا سميت الله وحشيته زي ما انتم شايفين، وقفلته كده بخله السنان. هقفله كويس. بس انا اول مره اعمل، انا منزله على القناه قبل كده تقريبا مرتين الحمام الكداب، بس كنت مسوياه في فرن البوتاجاز، بحطه في صينيه كده وبميه سخنه وحبه بهارات، وبحطهم في قلب الفرن وبغطيهم بورق ألمونيا، وبيبقى معايا زي الفل. اول مره اسلق. فهنا بقى البهارات اللي كانت في الوراك بتاعتي حطيتها في قلب الميه اللي انا هسلق فيها الفراخ. اول مره اسلقها على البوتاجاز لان ما عنديش ورق ألمونيا. فزي ما انتم شايفين هما ده حشيتهم. وهنا حطيت ورق لوري وحبهان وقرنفل وقرن فلفل حامي، والميه كانت سخنه نزلت فيها بالوراك بتاعتي. وهنا قلت اسوي حبه الفريك اللي باقيين، زودت ملح وفلفل اسود وحطيت ميه كده، وهسيبهم يستووا زي الرز بالظبط. هدي عليه لما يتشرب، وبعد كده اللهم صل على النبي يعني لغايه ما يستوي خالص. هنا حطيت ملح للشوربه بتاعتي. بس شايفين بقى، مش عايزه اقول لكم مسافه، بس ما عملت اللهم صل على النبي الفريك، لقيت الوراك بتاعتي اتهربدت اتفتحت. رحت جبت بكره خيط كده ولفيت عليهم كويس جدا علشان يتقفلوا، واعرف احمرهم على البوتاجاز، لان هم ما لهمش طريقه. هسيبه مفتوح كده هيتفضى كله في قلب الزيت بتاعي ومش هعرف امسكه يعني. خلاص فاتصرفت ولفيت عليه ببكره الخيط كده لغايه اما قفلته كله. فانتوا لو حاجه حصلت معاكم زي كده يعني ما تخافوش وما تقلقوش واعملوه، هيبقى معاكم زي الفل. لفوه كده ببكره الخيط او بالخيط بتاعكم، لفوا عليه كده وقفلوه كويس وحمروه، هيبقى معاكم زي الفل. يعني شايفين شكله غير وهو مفتوح خالص. وهو مفتوح كان انا اصلا قلت ده اتفتح ازاي بالطريقه دي، بس الحمد لله عرفت اتصرف يعني. وكان معاكم اهو زي الفل ما شاء الله، اللهم بارك. كان طعمه حلو جدا، واللحمه بتاعته مستويه، والفريك بتاعه مفلفل وحلو. جربوه. وانا قبل كده عملته بالرز، بس اول مره اعمله بالفريك. بس انا بحب الفريك، جايني من البلد، اختي جايبهولي، فانا اصلا بحب الفريك وريحته كده بيفكرني بايام امي الله يرحمها كده. ربنا يرحمها يا رب، وهي وابويا، ويغفر لهم ويجعل مأواهم الجنه، ويغفر لهم هم موتانا وموتى المسلمين، اللهم امين. ادعوا لهم يا جماعه بالرحمه. كان نفسي قوي بصراحه امي تبقى معايا وانا بصور. انا لسه ولا قناتي كبرت ولا اتشافت، بس دايما افتكرها اقول الله يرحمك يا امي، يعني لو كنت عايشه كان زماني رحت عندك وصورت في البيت هناك وكده. ربنا يرحمهم يا رب برحمته، يرزقهم الفردوس الاعلى. فاللهم صل على النبي. هنا كنت خلاص بقطعه عشان اوريه لكم. كان ما شاء الله حلو وطعمه حلو وكل حاجه، بس ابقوا خلوا بالكم او اعملوه عند فرارجي يكون كويس، يقول لكم يعني يعملوا بطريقه حلوه يعني. معلش انا مستعجله بس وانا بسجل، بس انا يعني حابه اقول لكم على كل حاجه كده، ما انساش حاجه. فهنا ما شاء الله كان زي الفل. اللهم بارك. ما تنسوش بقى حطوا لايك حلو كده كده زيكم، وكومنت حلو. الناس اللي بتتابعني ربنا يكرمكم يا رب ويصلح حالكم.